السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في خلطة نانسي. النهاردة هنعرف مع بعض إزاي نشتري ورق العنب وكمان إزاي نفرزه بطريقة سهلة. أول حاجة إزاي تشتري ورق العنب. ورق العنب بتلاقي الورقة بتاعته فيها لمعة. تاني حاجة طرية ومش معرقبة، يعني العروق بتاعتها مش ناشفة، طرية ومش ناشفة وكمان ناعمة. حاجة كمان بتلاقيها الشكل بتاعها ليه بوز، يعني الشرشرة بتاعتها واخدة بوز كده من تحت. شايفين الورقة؟ يعني في الورقة اللي مش ورقة عنب هتلاقيها مدورة من هنا، الحتة دي هتلاقيها مدورة. الحاجة بقى اللي سهل جدا تعرفي بيها ورقة العنب وحتى من على بعد، ان العنق بتاعها بيبقى لونه اخضر خالص، مفهوش لا تشبيحة حمراء ولا النبيتي. اللي فيه تشبيحة حمراء او نبيتي ده مش ورق عنب، ده اي حاجة غير انه ورق عنب. كمان لونها بيبقى شوية فاتح قريب كده، زي شوية زي لون البصارة. قبل ما نخزن ورق العنب هنقطف العنق ده وهنقسمه حسب الحجم. هنجيب شوية شوية، طبعا انت بتبقي جايبة كمية، هتجيبي شوية شوية. تعملي ايه؟ ادي اول شوية هنمسك المقص بتاع المطبخ ونقطف العنق بتاعته بسرعة كده، نعمل كده. كده قطفنا اول حبة. نبدأ بقى كده نفرد الورقة وحسب حجمها هنحطه فوق بعضه، وفي الاخر على بال ما نرص الحبة دول هيتبقى العنق، هنركنهم على جنب ونشتغل في الحبة اللي بعدهم. كده احنا خلصنا الكمية الاولانية اللي احنا قطفناها. نبدأ ناخد العنق نشيلهم على جنب ونجيب كمية غيرهم، وادي كمية غيرها. هنجيبهم على جنب ونقطف كده فوق بعضه، يعني من غير ترتيب، دي اسهل طريقة. دلوقتي بعد ما فردنا ورق العنب وقسمناه حسب حجمه، في مدرستين في التخزين بتاع ورق العنب. المدرسة الأولى بتغسل ورق العنب وبعد كده تبدأ تعمل اللي احنا عملناه ده، والمدرسة التانية بتخزنه وهو من غير غسيل. أنا بفضل الحقيقة أخزنه من غير غسيل. هو كمان أنا جايبة الورق ده شكله نظيف جدا، حتى يعني هخزنه وهغسله بعد ما أفكه من التجميد. أسهل طريقة للتخزين اللي هي بالبلاستيك الغذائي. هنجيب البلاستيك فيلم بتاعنا وهنفرده قدامنا كده، بعدين هنجيب كمية من ورق العنب اللي احنا رصينه. خلي بالكم احنا رصينه كله في اتجاه واحد، يعني هو لما هنيجي نلفه هنحط الظهر اللي هو الخشن لتحت والوش الناعم هيبقى لفوق. ليه؟ عشان الظهر هيستحمل اللف من بره اكتر. هنبدأ نتني عليه البلاستيك كده، مهم جدا يبقى كله في اتجاه واحد، وبعدين نبدأ نلف رول محكم كده. وبالسكينة نقطع وهنفضي الهواء من الجناب كده كده. لو انا غرمته كده ده بعد ما هيتلج هيتكسر، فالافضل نقوم ايه مفضيين الهواء كده ونتنيه كده اهو بجزء من الورق، يعني الورق متني معانا اهو تاني
انا اهو الورق متني معايا كده اهو ونفضي الهواء ونكنيه كده، والناحية التانية هنفضي الهواء كده. وبعد ما لفيناها كده هنبدأ نركنها، نحطها على الجهة اللي فيها التانية كده اهو. هنحط كله كده على جنب على الناحية اللي متنية لتحت. ليه؟ علشان ما يفكش على بال ما اخلص بقية الكمية كده. بعد ما خلصت الكمية كلها انتي شوفي بقى بتستخدمي اكلتك قد ايه. لو مثلا ده كيلو قسميه، مثلا لو ربع كيلو اكلتك هتقسميه على 4 وتحطي كل مجموعة وحدات من دول في كيس، ويبقى انتي كده هتطلعي كيس على قد اكلتك. هتطلعيه تسيبيه يسيح، وبعد ما يسيح هتفكيه وتغسليه وتبدأي تحطي عليه مية مغلية وتسيبيه شوية. اول ما لونه يغير تبدأي تشتغلي بيه وتحشيه. بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل اصحابكم.